بالجوي بوكس وخلينا نجاوب على اهم الاسئله اللي بتتسال عنه. اول سؤال معانا، هل الجوي بوكس ينفع يستعمل مع الفياجرا؟ والاجابه هنا ان الجوي بوكس نقدر نستعمله عادي مع الفياجرا، مفيش اي مشكله، وده في حاله ان الشخص بيعاني من سرعه القذف وعدم القدره على الانتصاب. تاني سؤال، ايه هي التدخلات الدوائيه للجوي بوكس اقراص؟ الجوي بوكس بيتعارض مع بعض المواد الفعاله، اهمها الادويه المستخدمه لعلاج الاتش اي في او فيروس نقص المناعه البشري، وكمان بيتداخل مع الادويه المضاده للفطريات زي ماده الكيتوكونازول، وكمان بيتعارض مع ماده الثايوريدازين ودي بتشتغل كمضاد للذهان، وبرضه ممنوع يتاخد مع ادويه الاكتئاب او دواء الليثيوم. والجوي بوكس ممنوع يتاخد مع الادويه اللي بتنتمي الى عيله المونو امين اوكسيديز انهبيتور، ودي عيله من عائلات مضادات الاكتئاب. كمان لو انت بتستخدم ادويه الصرع او المهدئات فلازم تبلغ الطبيب المعالج لو هتستخدم الجوي بوكس. ثالث سؤال معانا، ايه هي مده عمل الجوي بوكس او بيفضل شغال لفتره قد ايه؟ الجوي بوكس بتستمر فعاليته من ساعه الى 3 ساعات، لكن في بعض الاحيان ممكن توصل فعاليته لحد 12 ساعه شغال. رابع سؤال معانا، هل الجوي بوكس بيسبب ادمان؟ والاجابه هنا ان الجوي بوكس طالما بيستعمل صح بالجرعات المظبوطه وما بيتمش اساءه استعماله فهو عمره ما هيسبب ادمان. خامس سؤال، هل يا دكتور الجوي بوكس بيقوي الانتصاب؟ والاجابه هنا ان الجوي بوكس بيستعمل لعلاج سرعه القذف، ويعتبر ملوش اي دور في تحسين عمليه الانتصاب عند الرجال، ويعتبر ما بيساهمش في علاج مشاكل الانتصاب. سادس سؤال معانا، هل في حبوب تانية تستخدم لعلاج سرعه القذف؟ والاجابه هنا انه في انواع تانية زي مثلا اقراص السيبراليكس، وده بيحتوي على ماده الاستيتالوبرام، ودي برضه زي الجوي بوكس بتنتمي لعيله السيلكتيف سيروتونين رابتيك انهبيتورز. كمان اقراص الانافرالين بتوصف لعلاج سرعه القذف، وبتحتوي على ماده الكلوميبرامين، وبتنتمي لعيله من مضادات الاكتئاب اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنت.